السلام عليكم. أنا أميرة. النهاردة مش هتكلم عن الأبطال ولا المحاربين ولا العلماء. أنا قررت أخدكم معايا في رحلة مختلفة تماما، رحلة هتفتح عينينا عن كل حاجة مش طبيعية. استعدوا عشان دي هتكون أول واحدة في سلسلة أسرار ما وراء الطبيعة مع أميرة. أنا مش هحكي قصص وخلاص، إحنا هنحلل وهنسأل يا ترى الظواهر دي حقيقية ولا هي مجرد خيال علمي. أهلا بيكم في زاوية الأسرار اللي لسه ما اكتشفناهاش. المنطقة دي بتقع بين فلوريدا وبرمودا وبورتوريكو واسمها مثلث برمودا. المنطقة دي بالذات بلعت مئات السفن والطيارات من غير ما نعرف أي تفسير. الموضوع ده قلب أسطورة عالمية، والغموض والقصص اللي بتخض بقوا متحكمين فيها قوي. الأساطير اللي بتتقال كتيرة قوي، ناس بتقول دي تدخلات من الفضاء الخارجي، وناس تانية بتقول دي بقايا مدينة أطلانتس القديمة اللي بتعمل تشويش على الأجهزة كلها. أشهر القصص هي طبعا قصة الرحلة 19 سنة 1945، لما 5 طيارات حربية أمريكية اختفوا، وبعدها كمان طيارة راحت تنقذهم برضه اختفت هي كمان. الموضوع ده بيخليك تحس إن المنطقة دي بتبلع أي حاجة بتدخلها. بس يا ترى هل الحوادث دي فعلا حاجة مش طبيعية؟ بصراحة كده أنا شايفة بعد اللي قريته وشفته إننا بنزود قوي في الأسطورة دي وبننسى حقائق علمية أساسية. أولا، المنطقة دي تعتبر أكتر ممر ملاحي زحمة في العالم، يعني عدد الحوادث بيكون فيها عالي، بس هو مش رقم خيالي زي ما الناس فاكرة. بالعكس، هو عادي بالنسبة لكمية السفن والطيارات اللي بتعدي منه. تاني حاجة، الجو هناك متقلب بطريقة جنونية، والعواصف والأعاصير بتتكون فجأة، ده غير طيارات الخليج اللي بتشيل أي دليل وبتخليه يختفي. تالت حاجة وده الأخير وده التفسير الأقوى، في ظاهرة علمية اسمها انفجار غاز الميثان في قاع المحيط. لو الغاز ده طلع بكميات كبيرة فجأة بيخلي المية كثافتها تقل جدا، وده بيخلي أي سفينة تغرق في ثواني ومحدش يلاقي ليها أي أثر. يعني دي كارثة طبيعية معروفة، مش لغز جاي من الفضاء. اللغز مش في المحيط، اللغز في طريقة تفكيرنا إحنا اللي بنفضل الحكايات الخرافية على الحقائق العلمية. احنا اللي ادينا للمنطقة دي القوة الأسطورية. سؤالي ليكم بقى النهاردة، يا ترى احنا بنحتاج الأساطير دي عشان نحس بالإثارة، ولا الأحسن نصدق التفسيرات العلمية ونخلي القصص على جنب؟ شاركوني تحليلكم ورأيكم في الكومنتات.